السلام عليكم عواشر مبروكة باش ما تمنوا ان شاء الله يدخل عليكم ربي هذا النهار هذا بالصحة والسلامة والإيمان والتقوى يا ربي باش ما تمنوا يا سيد ربي الكريم. متتبعات ديالي الوفيات، اليوم جيت نشارك معكم بلايغات اللي كيجيو ناجحين وكيجيو غزالين ما شاء الله. جربوهم بعينكم مغمضين، اقتصاديين وما فيهمش تمارة، بقاو مع المقادير والطريقة تحضير. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، انا هنايا غندير كمية شوية زايدة، اللي بغات تضعف المقادير ولا تنقص لك الاختيار. المهم هنا البنات غدي كيلو ديال الطحين في نص كيلو ديال الجوجلان اللي حمرته غير شوية، ما تحمروش بزاف لحقاش غادي مازال غادي تقلق وتحرق. المهم كيف ما كتشوفي عندي هنايا الطحين مع الجوجلان كنبسبسو مزيان حتى كندخل الجوجلان في الطحين. وغنحتاج البنات واحد المعلقه ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه. انا غندير معلقه من الجي، وعندي 2 معالق ديال القرفه مع 2 صفر ديال البيض، باش حتى يمكن لكم ديروا حتى صفر وحده. المهم انا درت 2 صفر ديال البيض، وعندي واحد 3 المعالق ديال الزيت و2 معالق ديال الخل وخماره كيف ما كتشوفوا البنات. وكندير واحد القبيصه ديال الملح. وهنا البنات عندي ما زهر والماء عادي اللي دفيتهم. المهم كلك تكتري شويه الماء زهر ديري غالب على الماء، او يمكن لك تكتري الماء العادي وديري غير شويه ديال الماء زهر، عندك الاختيار. انا درت هنايا كاس ونص ديال الماء زهر في الماء ديال عادي حتى عجنت العجينه مزيان. وتتخلطات ليا ديك العجينه ديالي. العجينه كتكون عاديه، ما كتكونش قاصحه بزاف، ما تكونش رهيفه بزاف، ماني مرخوفه بزاف، عجينه عاديه. صافي عجنتها ديتها وجبتها وجمعتها في السلوفان وخليتها حتى ترخفات شويه. كيف ما كتشوفوا عاد غنديرها كويرات. صافي كورتها درتها كويرات وغنخليها مازال ترخف شويه. جمعتها في البلاستيك، ومن بعد ما طاعت واحد شويه هانتوما البنات كنقرصها وكندلكها مزيان بالدلاك مزيان حتى كنرققها مزيان. المهم خصها تكون شويه رقيقه. صراحه راه كتجي هاد البلايغات كيجيو غزالين. هانتوما البنات كنوريكم الرق ديالها. صافي وكندوز بالمسطره، يعني غادا نعبر بالمسطره. اذا كانت عندكم ديك المسطره الكبيره كان احسن. المهم هنا كنعبر من المسطره باش كيجوني هادوك البلايغات كيجيو قد ما كيجيوش مفوتين على بعضياتهم. راه كتجي ساهله في الخدمه، ونقول لكم البنات كتجي ساهله في الخدمه وكتجي زوينه صراحه والله العظيم. كتجي مقرمشه وكتجي غزاله. كيف ما كتشوفوا البنات هنا انا مازال كنعبر، يعني كنعبر وكندوز. هانتوما حتى كنديرها مربعات وكتجي على هاد الطريقه هذه. وهنا البنات غندير هاد الطريقه بالنسبه للمبتدئات. ولا بغيتي هاد الحليوه تجيك مقاده وتجي الفورمه ديالها زوينه، كتاخدي المغرفه ديال العود، كنجمع وحده مع وحده وكنضغط، يعني كنشد من المغرفه من الفوق ونضغط. كيف يمكن لك دوزيها غير بحال هكا. بغيتيش ديري المغرفه يعني كتلوي على صبعك وكتضغطي وحيده على وحيده. كنظن ان الصوره باينه. هانتوما البنات المهم هنا خليت لكم غير بشويه. ممكن كدوزي كتجمعيها بيدك هانتي. الا ما بغيتيش ديري المغرفه يمكن لك تجمعيها غير بصبعك وتحطي القنيته على القنيته وتضغطي من الفوق باش ما تحلش. صافي هادشي اللي كاين البنات. وهنا كنوريكم تبارك الله راه خرجت ليا كميه كبيره ما شاء الله. صافي بعد ما صوبتها كلها يعني قديتها كلها جمعتها حتى كنسالي عاد كنبدا نقلي. تساليت كل شيء عاد بديت كنقلي. وكنوريكم العسل تبارك الله راه كيجي غزال. راه صوبته راه حطيته البنات في القناه اللي بغات العسل غتدخل ليه، راه عرفتي كيجي ناجح 100%. صافي هنا كنعمر المقله بالزيت وكنخليها حتى كتسخن. ملي كيسخن الزيت كنقص البوطه، يعني ملي كديري الحلوى هاد البلايغات يتقلاو كنقص البوطه بشويه، يعني كتخلي البوطه على المهل
باش كيطيبوا مقادين وما كيجيوش معجنين ما حتى شي حاجه، كيجيو مقرمشين. هانتوما البنات هذا هو اللون ديالها، حيت راه ماشي هي بحال الحلوى الشباكيه فيها الملون ولا هذا، هذا هو اللون ديالها كيبقى بحال هكا. ملي كتدخلها العسل راه كتزيد تحمر. المهم كتجي طايبه وكتجي مقرمشه، والله العظيم كتجي مقرمشه الصراحه، الدراري عجباتهم. هادشي اللي كاين البنات. كندير القليه الاولى كنخليها في العسل، حتى كطيب القليه الثانيه. يعني ملي كطيب ليا القليه الثانيه كنبغي نحيدها، حيت كنحيد الحلوى من العسل، كنخليها تشرب العسل. هاد البليغات كنخليهم يشربوا العسل، يعني حتى كتخلط القليه الاخرى عاد كنحيدها. وهنا البنات صافي عمرتها باللوز، فسخت اللوز وقليته وعمرت كل وحيده بالويزه، وتبارك الله هو الشكل ديالها كيجي غزال صراحه. والله البنات راه جا واحد اللون فيها، راه غير التليفون يعني التصوير ما عطاهاش الحق ديالها، راه جات واعره كتحمق صراحه. جا واحد اللون واعر خطير. المهم هنا كنحاول نقاد لكم الاضاءه، واخا باقا عندي الاضاءه شويه عيانه، نتمنى الله تقاد لي الاضاءه ان شاء الله يبان لكم التصوير زوين. هانتوما البنات المهم غير جربوها ورجعوا عليا، اللي مازال ما صوباتهاش تصوبها وترجع ليا الخبار. وبصحتنا وبصحتكم، واللي دارت شي حاجه بصحه والراحه، ورمضان كريم باش ما تمناو ان شاء الله بصحيحتكم وطولة عمركم يا ربي، وبالايمان يا ربي صوموا لنا الله بالايمان والتقوى ان شاء الله يا ربي يا كريم. واللي كتمنى شي حاجه الله يحققها ليها. هادشي اللي غنقول لكم البنات. وما تنسونيش اللي مازال كتشوف حتى لدابا كتفرجي في الفيديو، الله يجازيك بالخير. ما تنسونيش من داك اللايك والاشتراك الا جات على خاطرك. المهم الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع بنات اخرين باش يطلع البنات، الله يسهل عليكم. وواحد الكومونتير زوين بحال قلوبكم. وصافي تتقولوا لي البنات واش بغيتو نبقى نشارك معكم فيديوهات بحال هكا، ولا نشارك معكم شي نوع اخر. المهم اللي بغات شي حاجه تقولها لي في التعليق، وانا راه كنقرا التعاليق ديالكم كاملين. الله يعطيكم الخير. هادشي اللي كاين الحبوبات ديالي، الله يحفظكم وينجيكم يا ربي. ممكن نحاول نبقى نصور لكم ونبين لكم يعني على حسب الاضاءه، راها بليغات كيجيو خطيرين، غير جربوهم بعينيكم مغمضين، واعرين صراحه. داك العسل جا واعر صراحه، غير جربوها البنات، جربوه ما غاديش تندموا. وبصحتنا وبصحتكم يا ربي، والله يدخل عليكم رمضان بالايمان والتقوى. وغنخليكم غنقول لكم بسلامه عليكم. نهار